السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19580 نقطة بصعود 1%. قيمة التداول مليار و900 مليون. عدد الأسهم 224 سهم بصعود 110 وهبوط 83 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم بلتون 225 مليون، بعد كده مصر الجديدة 120 مليون، بعد كده بالم هيلز 95، بعد كده المصرية للاتصالات 94 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع العقارات 20%، الخدمات المالية 19%، الأغذية والمشروبات 8%، التشييد ومواد البناء 7%. النهاردة المصريين المؤسسات والعرب أفراد ومؤسسات والأجانب أفراد كانوا شراء، والمصريين الأفراد والأجانب المؤسسات كانوا بيع. عايز أتكلم النهاردة في أسهم الفرص للمتاجرة اليومية أو على المتاجرة على المدى القصير جدا، يوم أو اتنين أو يومين أو 3 أيام، والأسهم الاستثمارية. يعني النهاردة طبعا بتاريخ 10/9/2023 زي ما انتم عارفين السوق زي ما قلنا لحضراتكم وصل إلى 19580، يعني 19600 نقطة تقريبا، وهو وصل لها بالفعل. طبعا أنا بالنسبة لي السوق عالي لا يصلح له إلا التريدات القصيرة للمتاجرة اليومية. فأنا عايز أقول لحضراتكم إن في أسهم تصلح إلى المتاجرة اليومية، يعني حضرتك ممكن تحقق مكسب 2% أو 3% بالكتير على المستوى القصير. يعني في أسهم بتتحرك مثلا زي MM جروب ما بين 54 قرش إلى 74 أو 84 قرش، زي مثلا سهم القبضة الكويتية بالجنيه المصري بتتحرك ما بين 37 إلى 38 أو 36 جنيه أو 36 جنيه ونص إلى 37 جنيه ونص. أيضا سهم زي سهم مدينة نصر برضو بيتحرك في نطاق 335 إلى 340 أو 345. برضو في سهم زي سهم ابن سينا فارما بيتحرك ما بين 2 جنيه أو 2 جنيه 5 قروش إلى 2 جنيه 10 قروش. طيب أنا عايز أتكلم بقى على الأسهم اللي تصلح للاستثمار على المدى المتوسط أو المدى البعيد، زي مثلا سهم عبورلاند. سهم عبورلاند زي ما ذكرت في كذا فيديو وفي الجروبات اللي هسيبها لحضراتكم في اللينك في تحت في الفيديو، ان سهم عبورلاند نازل من 13 جنيه وهو حاليا ب 8 جنيه و30 قرش. فالسهم ده يصلح حاليا للاستثمار على المدى المتوسط او المدى الطويل. ايضا سهم بي انفستمنت هو حاليا ب 17 جنيه 40 قرش وهو نازل من 30 جنيه تقريبا. فالسهم ده برضو من الأسهم اللي تصلح للاستثمار على المدى المتوسط أو المدى البعيد، بالإضافة إن السهمين دول عليهم أخبار. يعني مثلا عبورلاند في قطاع مهم جدا زي قطاع الأغذية، وكل يوم زي ما انتم عارفين أسعار الألبان وأسعار الجبن بتزيد بشكل مستمر نتيجة التضخم اللي احنا فيه. برضو سهم عبورلاند من الأسهم القوية اللي محققة أرباح. أيضا سهم بي انفستمنت عليه برضو بعض الأخبار زي مثلا الاستحواذ على أوراسكوم المالية، وبالإضافة إن هو قيمته الدفترية تقريبا بنفس سعره السوقي حاليا، ف هو يعتبر قيمته حاليا كويسة جدا للشراء وللاستثمار على المدى المتوسط أو المدى البعيد. بس ده كان الفيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى الجروبات اللي هسيبها لحضراتكم في أول كومنت في التعليق إن شاء الله، سواء جروب الفيسبوك أو جروب الواتساب. وشكرا جدا لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.